مباشرة إلى الجولة السادسة. طبعا ما بقى معنا إلا شاعر واحد هو الشاعر عيضة الشلوي مع الشاعر الزيد المري. مدة الطاروق 20 دقيقة، والبداية معكم بالتوفيق إن شاء الله. نبدأ. يا ليلى لا ليلى لا يا ليلى لا ليلى لا اسمحوا لي بقاف فيه سرعة ودقة ما يسيطر عليها الا سريع البديهة ما يسيطر عليها الا سريع البديهة واسمحوا لي بقاف فيه سرعة ودقة ما يسيطر عليها الا سريع البديهة واسمحوا لي بقاف فيه سرعة ودقة ما يسيطر عليها الا سريع البديهة واسمحوا لي بقاف فيه سرعة ودقة نقي شعرك يا عيضة من خيالك تنقى والتقارير تكتبها اليدين النزيهة والتقارير تكتبها اليدين النزيهة نقي شعرك يا عيضة من خيالك تنقى والتقارير تكتبها اليدين النزيهة نقي شعرك يا اسمحوا له وانا ذا الليلة بعطيه حقه كل ما راح مري جاك مري شبيهه فايدنا حزت الغزوة لقيه ويحقه والتقارير تعرفها القلوب النبيها والتقارير
لك مري وما صادفك منه تلقى وعلم الحراث إن كانك علومك وجيها طورة بيته مستحقه عسكري ويعرف قيمة شعار البريها اي والله اني لا حدك لين جايبك تشقه وارفع النفس عن بعض الامور السفيهه
خلي عندك سياسة والدك لا تعقها، ما خذينا المكاسب من مزارع فقيها. خصمنا بين حجان ترانا نطق، والقشار ميزة فهل الوجيه الكريهة. وانت والدك ما به باب ما هو يدق
ايه فوق راسك مخيل وتحت رجلك رقه، خل راعى المويه يضيفك في مويه، انتهى الوقت. صفوف يعطيكم العافيه. صح لسانك يا بدر. زيد عفوا، صح لسانك يا زيد، صح لسانك يا عيضه. الان نستمع لراي اعضاء لجنه التحكيم. البدايه من عندك يا ابو تركي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتبر هذا القاف مسك الختام، يعتبر مسك الختام للبرنامج ككل، لانه اخر محاوره في القاف. اسمحوا له وانا ذا الليل بعطيه حقه، كل ما راح مري جاك مري شبيهه. البيت هذا يكفيك يا عيضة شلوي بتركيبة كردك. في مجمل هذه المحاورة أثبت يا عيضة شلوي شاعريتك المتدرجة معنا من بداية المسابقة إلى نهاية هذه الليلة، وأنت كل ليلة تأتينا بمفاجأة أفضل من الذي قبلها. نتمنى لك التوفيق ونراك إن شاء الله في المراكز المتقدمة الأولى. أبو وسام، تفضل أبو وسام. يعطيك العافية يا عيضة ويا زيد المري. أنا ما عندي تعليق على ما قدمته يا عيضة، إلا أقول سلم لي على الشلاوة. اللي أنجبوا شاعر مثلك، وقل لهم ينطبق عليهم بيت ابن جدلان اللي يقول ننسى العقول ولا التقينا الحفيفين، ننسى العقول بعقولنا ولا التقينا الحفيفين، ننسى العقول ولا انتصرنا عقلنا. متأكد ما رايحين ينسونك الشلا ولا ينسون براكه وجباله. أبو جميل، أبو جميل تفضل. بالنسبة للأخ زيد ضيف عزيز وخارج التقييم، أما أنت يا عيضة أقول الله خارجنا منك. صراحة ما يخوفنا لعبك هالحين، يوم انه طاروق واحد وهو محيط المسابقة نحاسب حسابك هالحين برا، مر الله خارج. شكرا لأعضاء لجنة التحكيم. شكرا لك يا عيضة. طبعا الشاعر زيد وضع العلامة والدرجة التي أعطاها اللجنة المنظمة التي وضعها للشاعر عيضة الشلوي. الآن مشاهدينا حضورنا الكريم، نترككم مع شيلتين من الفلكلور.